السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. معانا وصفة لطيفة قوي بتسعف معانا في منت، يعني ما بتاخدش وقت. سندوتشات للبيت، للولاد، بره في النادي، في خارجين، اي حاجة. جبت بانيه. انا كنت مقطعه، عندي قطعيه، يعني كان عندي صدر فرخه فانا قطعته. هحط عليه بهارات هحط بابريكا، وهحط كمان عليه ملح وتوم باودر، بصل باودر، وفلفل اسود وجنزبيل. بس كده. جبت عندي كوبايتين دقيق، ونفس البهارات اللي حطيتها اصلا هناك زودت عليها بس كزبره ناشفه مع الدقيق وكوبايه النشا. كوبايتين دقيق وكوبايه نشا قلبتهم مع بعض كده. هقسمهم في طبقين، بحيث ان انا هنحط على طبق دوت يبقى سايل شويه الدقيق بتاعي بالبهارات وكده، والجزء التاني لا. دوت حطيت عليه بضايه وحطيت ميه، يعني هي نص كوبايه ميه، زودت حاجه في حاجه عشان مش عايزاه خفيف، انا عايزه قوامه يبقى حلو، يعني اللي هو ولا تقيل ولا خفيف. تمام كده. بس كده قلبته كويس، ما يعني بحيث ان هو يبقى كله مع بعض وكل حاجه تجانست مع بعضها. بمسك بقى عندي البانيه بتاعي او الفراخ بتاعتي، بحطها في السائل اللي هي الدقيق السائل ده، وبعد كده بحطها في الدقيق الناشف اللي هو بالبهارات والنشا. وعايزينها تطلع مقرمشه مقرمشه يعني قوي وكده، ممكن نزود في النشا شويه. بس كده. هفضل بقى ان انا ايه، ما مش بحب احطها وارجعها تاني، عشان ساعات بتحطب وتبقى طبقه دقيق كبيره قوي اصلا. فانا حطيتها يا دوبك اللي هو في الدقيق ده، بحيث ان انا اخلي فيها شكل كده الكرمشه. تمام كده. بس كده قعدت اعملها يعني ببعضها زي ما احنا شايفين، وانطر فيها كده بحيث ان الدقيق يبقى مدي شكل زي ما احنا شايفين كده. تمام كده. بخلص الكمية بتاعتي بقى، جنبنا طبق، جنبنا اي حاجة كده محطوطة نخلص فيها الكمية بتاعتنا عشان نقلي على طول. بس انا يعني نصيحة ليكم، اقلوا على طول اول باول، طاسة طاسة يعني. ما تركنوهوش عشان الدقيق طبعا بيشربوا الفراخ وبيندي، فما مش بيبقى لطيف زي ما انتوا بتبقوا عاملينه لسه يعني وكده. تمام. بصوا كده، ده اول باول احسن. بس كده هنحطه، بيبقى مقارب جدا للزنجر والفراخ اللي هي الستريبس والحاجات دي، مقارب قوي. واظبطوا الملح بتاعكم يعني في كل حاجه، لاحظوا ان احنا بنحط في كذا حاجه ملح، فعشان بحيث ان هو يبقى كويس. بصوا كده بعد ما قليته طلع يعني مقرمش معايا، وطبقه دقيق واحده بس اللي فيه، يعني اللي هو مش حطيت فيه ميه ودقيق. وبعد كده بنعمل سندوتشات سريعه جدا جدا لاي حاجه، بعيش، مكرونه، اي حاجه يعني. بس كده. يعني رايحين مشوار، نادي، سندوتشات مدرسة، بينجز معاكم بصراحة. كاتشب، مايونيز، اي حاجة، سلطات، وبألف هنا يا رب. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.